فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسامة إبراهيم من قناة أفضل تحميلات. اليوم هنشرح على 10 برامج للأندرويد ممكن تستعملهم. الأندرويد يعني مفيدين للجهاز. نخش دلوقتي الأول على القناة، تشتركوا في القناة وتشغلوا الجرس ليوصلكوا كل جديد إن شاء الله. وقناة التانية برضو عالم الكوميديا تخش برضو وتشتركوا فيها هكذا. وبرضو دي قناة أخي ممكن تخش فيها وتشتركوا تشغلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دلوقتي نبدأ الشرح على أول برنامج النسخ الشامل. دي ممكن تنسخوا هكذا. أي تطبيق ممكن تحددوا المكان اللي انتوا عايزين تنسخوه فيه هكذا، وبعدين تضغطوا نسخ. وهنا دي برنامج الترجمة الفورية. ندخل على البرنامج، ممكن تكتبوا أي كلمة هكذا أسامة، ترجمة تحت أسامة. هنا برضو ممكن تشغلوا ترجمة هكذا قدامكم، وكل حاجة بالإنجليزي هكذا ماشي. ممكن برضو تخشوا على البرنامج ده، البرنامج التالت آلة كاتبة برضو. بتختاروا أول حاجة اللي انتوا تختاروا تفعلوا، بعد ما تفعلوا تختاروا كتابة من عليه، مثلا على جوجل بلاي هكذا. مثلا بنكتب أي كلمة على أي مثال قص، هنا ممكن تترجموها برضو. الكلمة هي اللي احنا كنا قصناها موجودة هنا. ودي برنامج. البرنامج التاني نسخ التطبيق. مثلا ندخل على برنامج، نجيب مثلا برنامج خفيف عشان ما يطولش عليكم الفيديو. مثلا برنامج نسخ الشامل، برنامج مثلا خفيف. هنا ممكن تكتبوا اي اسم مثلا في طول هكذا. هنا تدعوا اللون كذا. مثلا تضغطوا هنا اوف فبيع. دلوقتي بقولك استنساخ النسخ الشامل، استنساخ تطبيق مش هياخد حاجة أو بيستنسخ بسرعة. كده خلص استنساخ، بس ايه بيستنى استخرجه اهو زي ما انتوا شايفين. نيجي للبرنامج اللي بعده. ممكن زي ما انتوا شايفين هنا ممكن تسجل ريكورد، ممكن تكتب رسالة هكذا. ممكن يعني في برضه مميزات جميلة برضه، برنامج في قلبه مميزات جميلة. ممكن نخش برضو على البرنامج اللي بعده الترجمة. يعني أنا بس هنعمل الإعدادات بتاعته عادي، وافق خطوات تانية
نخليها مثلا اللغة العربية هنا. تمام كده. مثلا نخش على جوجل بلاي. موافق. ترجمة حسنا. هنا بتغيروا اللغة زي ما انتوا عايزينها. انا هخليها عربي هكذا، وهنا نخليها انجليزي. عربي اللي احنا هنكتبه، انجليزي اللي هيطلع لنا. مثلا اسامة، هيطلع لنا زي ما انتوا شايفين اسامة. نخش على البرنامج اللي بعده. انا مش عشان ما اطولش عليكم بس الفيديو. البرنامج ده ممكن برضو تضيف صورة. مثلا اغنية زي دي كده. بيكتب برضو الكلام زي ما انتوا شايفين. وهنا بتضغطوا على العلامة دي، بتقدروا يعني تغيروا الصورة هكذا. والبرنامج ده بتاع تغيير لون العين. نختار صورة. نخش الاستوديو. مثلا صورة زي كده، تحديله ماشي، تعمل له تديله حسنا. بعدين تضغط صح، تخلوه على شكل على قد العين. هكذا. وهنا ديت بيتحكموا في شكل العين. كلها إعدادات بسيطة. هكذا. وهنا نختار لون العين. بس ايه، صغر مثلا الصورة اهي زي ما انتوا شايفين. وبتبقى هنا ممكن تختاروا ألوان كتيرة للعين، في زي دي ألوان كتيرة. وهنا تضع سيف. سيف كده الصورة اتسيفت. نيجي على البرنامج اللي بعده. البرنامج ده مثلا ايه، زي مثلا عايز تضايق شخص قدامك تضايقه هكذا. مثلا تضيف هنا أي رقم. مثلا مش ضايف رقمي، نضيف بس أي رقم. مثلا عدد الرنات اللي هيرنها، هيرن بعد كل قد ايه، 7 ثواني، 10 ثواني، زي ما انتوا عايزين. بعد تكوا بعد هيدي 7 ثواني يقوم رن. أو تلقائي. يعني قلت برضه مش رقمي، هيفضل يرن لحد ما نلغيه. كده تم البرنامج. نيجي للبرنامج اللي بعده. البرنامج ده جميل جدا، ممكن تحملوا أي فيديو من عليه. ممكن تحمله من على اليوتيوب وفيس وواتس. فقلبه يعني مميزات جميلة. مثلا نخش على اليوتيوب. فيديو مثلا زي ده عايزين ننزله، تكوا مشاركة وتضغطوا تنزلوا في أسفل البرنامج. ممكن تحملوا كل الصيغات اللي موجودة.
هكذا. وبرضك مثلا ممكن تكتبوا مثلا أغاني، مثلا أغنية محمد هلال هكذا. ممكن تقوموا بالشركة. البرنامج زي ما أنا قلت، واجهة البرنامج هتبقى كده، تضغط على السهم ده، ممكن تحمل MP4 كل الصيغات، في منه برضو MP3 اللي انتوا عايزينه كلته. وكان معكم أسامة إبراهيم، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتدعمنا بلايك لتنزيل المزيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I don't need a handhold, even when I